الجنيه المصري يثبت أو يستقر أمام الدولار الأمريكي، يصل إلى 27 جنيه و28 قرش في البنك المركزي المصري. أهلا بكم في حلقة جديدة من قناتنا، والنهاردة هنشوف مع بعض آخر تحديث لسعر الدولار في البنوك المصرية بعد حالة الثبات اللي مستمرة من كام يوم. والنهاردة الدولار محافظ على استقراره قدام الجنيه، وسجل في البنك المركزي المصري 47 جنيه و28 قرش للشراء، 47 جنيه و41 قرش للبيع. السعر في بين البنك الأهلي المصري وبنك التجاري الدولي وبنك CIB كان حوالي 47 جنيه و30 قرش للشراء، 47 جنيه و40 قرش للبيع، يعني تقريبا نفس السعر. أما في بنك الإسكندرية فالدولار استقر عند 47 جنيه و25 قرش للشراء، 47 جنيه و35 قرش للبيع، وده بيأكد إن سوق الصرف لسه في حالة هدوء نسبي. أما في بنك مصر فسجل الدولار 47 جنيه و31 قرش للشراء، 47 جنيه و41 قرش للبيع. في مصرف أبو ظبي الإسلامي سجل الدولار 47 جنيه و38 قرش للشراء، 47 جنيه و48 قرش للبيع. ودي كانت آخر أخبار الدولار النهاردة في البنوك المصرية. لو الفيديو عجبك ما تنساش اللايك والاشتراك عشان يوصلك كل جديد من فيديوهاتنا. سلام.